السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم الفيديو هذا في أحسن أحوال. بعد الطلبات العديدة اللي جاوني على الماسنجر على صباغة الشيب، يعني بزاف اللي بعثوا لي واستفادوا من المعلومات اللي حطيتها من قبل. يعني نشكركم بزاف على التعاليق نتاعكم، يعني بعثوا لي على الماسنجر، بارك الله فيكم. وطلبوا مني بإلحاح نزيد ندير لهم فيديو على صباغة الشيب. على هذاك جيتكم، لكن راح قبل ما نبدا في الدرس راح نقول وحده يعني كتبت لي في التعليقات، قالت لي يعني على الفيديو اللي فات، صح هو طويل بزاف بصح قالت لي تهضري بزاف. راح نقول لك الهضره اللي نهضر فيها، يعني مش كنت نغتاب ولا يعني كما نقولوا نهضر في اعراض الناس. انا بالعكس كنت نعطي في معلومات ومعلومات مفيده ما تلقاوهاش حتى بالدراهم. هذه يعني حبيت ماذا بكم التعليقات يكونوا ايجابيه، ولا اللي عندها كلمه طيبه تقولها، واللي ما عندهاش وما عجبهاش الفيديو تفوت عليه. هذا ما كان، تمر عليه مرور الكرام والسلام عليكم. هذا ما كان المعلومات اللي نمد فيهم. كاين ناس ما قراوش الصباغه ما يعرفوش باش يستفادوا. على هذا كان دوكا اليوم راح نمد لكم معلومات بالمختصر المفيد، هكذا تستفادوا في نفس الوقت. ما نحاول ما نطولش الفيديو باش ما تكرهوش وما تملوش مني. دركا كاين يعني فقط يعني نعطيكم على صباغه الشيب. كاين بزاف اللي يطلبوا يعني بالحاح انهم يصبغوا الشيب. نقول لكم باللي هذا يعني الميلونج راح نديه لكم اليوم يصلح على شعر اسود طبيعي، ولا كيما نقولوا شاتان ولا شاتان كلير فونسي، يصلح على بني، يصلح على العسلي. وانا لي يعني اللي نستخدمه بزاف نستخدم اندريا دوتي، لان اندريا دوتي فيها صباغه الشيب فيها تلقاو الفاصله. لوغيات ما تلقاوش فيها فاصل، لكن اندريا دوتي ديما تلقاو فيها فاصل صفر ولا فاصل صفرين. وديما نقول لكم باللي فاصل صفر ولا صفرين هي اكثر تركيز. على هذا انا ديما نستخدم اندريا دوتي. تحبوا نتوما تستخدموا في اي ماركه عالميه، يعني هي تكون غاليه بزاف، يعني اللي عندها امكانيات تهز فقط الماركه. كي نقول شاتان مثلا تروح هي للماركه عالميه وتختار شاتان. هذا ما كان. اذا تبعوا معايا الان. قلت لكم من قبل بصباغه الشيب الالوان اللي تقدروا تصبغوا بهم الشيب 5.0 ولا 6.0 ولا 7.0 ولا 8.0. هذو راهم يصبغوا لكم الشيب 100%. قلت لكم القاعده باش تصبغوا الشيب لازم الشعر تاعكم يكون مغسول. ما تديروش شعركم مسخ ولا مزيت، تغسلوا الشعر يكون نظيف باش هكذا يعني كيما نقولوا الشعره تمتص مليح الصبيغه. اذا الان انا رجعت لكم من جديد. اذا نشوفوا الالوان اللي باش نصبغوا بها ثاني الشيب. عندنا 8.0 يعني اللي هي اشقر فاتح، 8.0 ولا صفرين. تاخذوا علبه كامله من اشقر فاتح 8.0. هذا يجيكم يعني لون ما شاء الله منمر، يعني نخدم به الزبائن. وتاخذوا كذلك اذا كان خديتوا علبه كامله، اذا كان عندكم يعني شعر كامل يعني طول كيما يعني كامل فيه الشيب تحبوا تصبغوا كامل شعركم. واذا كان في اللي غاسلينكم تاخذوا نصف الكميه اللي راح نمدها لكم. قلنا علبه كامله من 8.0 وتاخذوا ربع علبه من 6.0، ربع علبه وربع علبه من 7.0. نعاود، علبة كاملة من 8.0، ربع علبة من 6.0 وربع علبة من 7.0. هذو كامل تخلطوهم مع بعض قبل ما ديروا الأكسيدون. كاين ناس يحطوا صبيغة ومن بعد يصبوا فوقها ديريكت مباشرة الأكسيدون. لا، خلطي الصبيغة مليح تندمج مليح مع بعضها، ثم نزيدوا لها أكسيدون اللي هي 20%. اللي عندها الشيب تستخدم 20%، راه موجود ويتباع. وتخلطوا مليح مع هذوك السبايغ، ثم بعد ذلك تابليكي على شعرها كامل وتقعد به 45 دقيقة. وديما نقولكم باللي لصباغة الشيب لازم صبغة تساوي الأكسيدون. إذا كان خديتو يعني كيما نقولوا الصبيغة علبة كامل بعد ما خلطتو علبة ونص، أكسيدون تاخذوا علبة ونص.
انا راني نعطيكم كيما نقول كميه، نتوما تحبوا تقسموها. مثلا اذا كان خديتوا شعركم كاين فقط لي غاسين، ما تاخذوش علبه، اخذوا نص علبه، وربع علبه اللي قلت لكم عليها هذيك ثاني تزيدوا تقسموها هكذا يعني وتصبغوا. هذه بالنسبه لي شعرها فيها الشيب، وانا متاكده بلي راح يصبغهولها 100%. 100%. تبع فقط النصائح. كاين اخرين يكونوا دايرين مثلا ليماش وهي عندها الشيب وهبط لها ليماش وبقى لها لي غاسين ناض فيهم الشيب وليماش هبطوا لها لتحت. اذا هنايا واش راح دير؟ دوك نعطيها ميلونج ثاني يجيها شباب. تاخذ يعني تخلط، انا ديما نخدم باللي ميلونج، ما نخدمش يعني لون وحده. تاخذ 6.0 وتاخذ 7.0 وتاخذ 8.0 و9.1. هادو تخلطهم كيفاش نقولوا. تاخذ 7.0 نص عبوة وتاخذ معاهم ربع القرعة هذيك 8.0 وربع 9.1 وزيد معاهم كمية صغيرة فقط من 6.0. هاني ما حبيتش نضل نعاود في الهضره، عاودوا رجعوا الفيديو. تخلطهم مليح ومن بعد زيد معاهم اوكسيدون 20 فوليم، تحطها على اللي غاسين وتقعد بها 40 دقيقه. 40 دقيقه هي على اللي غاسين. من بعد واش دير باش نديروا يعني تحايل على الشعر ويجي كي شغله كي دايره البالياج؟ هزي المشطه اللي شعرها يعني لي اسنانها بعيده على بعضاهم، تبقى لك يعني 5 دقائق الاخيره هذيك. هزي المشطه اللي سنيها بعيده يعني الاسنان تاعهم بعاد، حنا نخدموا بها لي شينيون 3 دي، وتمشطي شعرك كامل. راح يندمج اللون تاع هذيك الصبغه مع ليماش ويجيك يعني كي شغله كي دايره بالياج. تقعدي فقط 5 دقائق ما بيش ما يجيكش خط هكذا، يجي يعني مخلط في بعضه ويجي لون شباب. يعني كما نقولوا تمشطيه تقعدي به 5 دقائق. هنا تحصلنا على 45 دقيقه، يعني 40 ديريها لي غاسين ومن بعد تمشطيه تقعدي 5 دقائق ومن بعد تغسلي شعرك. هذا بالنسبه للميلونج الاول. ثاني كاين ميلونج واحد اخر ثاني يجيك ثاني لون مليح. تبعي معايا مليح. هذه بالنسبه للناس اللي عندها الشيب وفي نفس الوقت دايره ليماش، تحب تحافظ على ليماش وتصبغ الشيب. تاخذ بلاتين يعني كي في اي ماركه تهز الاسم بلاتين، تاخذ في اي ماركه هي حبتها. تحب في اوندريا، في لوريات، في واش حبت. اذا في البلاتين في اوندريا 10، في لوريات كاين 25. تهز عبوه كامله ولا نص عبوه حسب درجه لي غاسين، اسكو شويه باك خرجوا لها ولا هبطوا لها بزاف ولا ذاك. قلنا تهز في البلاتين اللي هو في اوندريا 10 وفي لوريات رقم 25. واذا كان خذات في اي ماركه اخرى تاخذ فقط الاسم، يعني الاسم فقط. وتهز ربع علبه من 9 بلاتين، تاخذ منه نصف علبه. سمعي مليح، ما تخلطوش من بعد تجيو تقولوا ما خرجناش اللون، لانك لو تستخدمي البلاتين فقط ماهوش راح يخبي لك الشيب. وانا قلتها من قبل، كنت ترجعوا للدروس قبل قلت لكم بلي الالوان الفاتحه ما تخبيش الشيب. الالوان الفاتحه مش راح تخبي لك الشيب. هنا راح نديروا ميلونج نخبيو به الشيب ونحافظوا على ليماش وفي نفس الوقت يجينا لون شباب. اذا ناخذوا نصف علبه من 25 ولا من 10 ولا من اي ماركه حبيتيها انتي، لكن في البلاتين تاخذي الاسم بلاتين نصف علبه وتاخذي شاتان فونسي اللي هي رقم 2 في اي ماركه. تاخذي كميه قليله فقط وتاخذي ربع علبه من 9.0 في اي ماركه 9.0 ربع علبه
في البلاتين نصف علبة، وتاخذي كمية قليلة فقط من شاطي فونسي اللي هي رقم 2، كمية قليلة تخلطيهم كامل وتضيفي لهم اوكسيدون 20 درجة وتابليكيهم على لي غاسين وتقعدي بيهم 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة تاخذي المشطة لأسنان تاعها بعاد على بعضاهم، ولا اللي ما عندكش تاخذي مشطة عادية وتمشطي شعرك تقعدي بيه فقط 5 دقائق. حنا ما نحبوش لي ماشي يروحوا، حنا فقط حبينا نديرو دمج بين اللون اللي في لي غاسين واللون تاع ليماش. تقعدي 5 دقائق فقط ثم تغسلي شعرك، تتحصلي هنايا على لون كما نقولوا مليح شاتان يعني مليح، وفي نفس الوقت تغطي الشيب، وفي نفس الوقت هنايا ليماش تاعك ماهمش راح يروحوا. ان شاء الله نكون افدتكم بالمعلومات هذه، وان شاء الله الفيديو ما يكونش طويل بزاف. الناس اللي تقول لي راكي تهضري بزاف، واي معلومات خليوا لي واي ولا حاجه ما فهمتوهاش خليوا لي في التعليقات ان شاء الله. يعني اي ميلونج راكم باغيين شوكولا ولا عسلي ولا، ان شاء الله راح نجاوبكم في الفيديوهات. ومن فضلكم طلعوا لي الفيديو هذا بليجام باش يستفادوا بزاف اللي يبعثوا لي باش يشوفوا الفيديو يستفادوا، ما تستفادوش غير نتوما. الانسان يحب الخير لغيره، كما انا راني مدلكم في المعلومات باطل حتى نتوما بارطاجيو الفيديو هذا طلعوه لي بليجام. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.